بنشوف كل يوم على السوشيال ميديا في فيديوهات كتير بنات شبه عريانة، تقريبا البنت مش لابسة حاجة. وبنشوف كمان للأسف ستات، ممكن الست تكون فوق 70 و80 سنة وتلاقيها بتعمل فيديوهات بترقص بتتدلع مش لابسة عريان. الناس دي بتعمل كده ليه؟ هي المشكلة مش في كده وبس، المشكلة الناس دي ليه بتعمل كده رغم انها عارفة ان احنا بنبص لهم نظرة مش كويسة. يعني اي حد بيعمل شير للفيديو فهو بيعمل شير لصاحبه عشان يتفرج على جسمك العريان، هو بيعمل شير لصاحبه علشان يضحكوا على الست، بص الست العجوزة عاملة ايه في نفسها، بص عاملة ايه في جسمها. فاحنا بنعمل شير لبعض عشان نضحك عليكي، بنضحك على اللي انتوا عاملينه في نفسكوا، او شاب بيبصلك بشهوة. طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ العلم قالك الناس دي بتعمل كده علشان حاجة واحدة بس، علشان تتشاف. الناس دي needed to be seen، الناس دي محتاجة انها تتشاف، محتاجة ان حد يشوفها. فشلت الناس دي انها تعمل حاجة ناجحة حلوة فالناس تشوفها بيها، فقال لك اخلي الناس تشوفني بايه؟ بدل ما اشتهر والناس تشوفني بنجاحي باخلاقي بعلمي بثقافتي، لا الناس تشوفني بجسمي بالتعري بشعري بجسمي بالشكل بأي هبل اعمله علشان بس الناس تشوفني والفت النظر. الناس دي ماشية بمبدأ بصلي بقرف بس بصلي، شوفني رخيصة ومش كويسة ومش محترمة بس شوفني، انا عايزة اتشاف، عايزة اتشاف والفت النظر بأي شكل. وده مش بس على الفيديوهات والتعري، لا في كمان بنشوف مثلا في الحياة العادية بنت تحلق شعرها زيرو زي الولد، ولما تقول لها انت ليه عملتي في نفسك كده، تحس انها عايزه تلفت النظر ليها، عايزه تتشاف. حتى لو الناس هتنقدها، ايه يا بنتي اللي عاملاه في نفسك ده، مش مهم بس يشوفوني. بنت تروح حاطه فول ميك اب، حاطه مكياج تقيل قوي ورايحه بيه شغلها، فلما اصحابها يقولوا لها ايه يا بنتي انت شكلك اوفر قوي، يقول لك مش مهم بس قلبت الشركه، الناس كلها بتبصلي. حتى لو الناس بتبصلها بقرف، انا قلت ايه؟ قلت بصلي بقرف بس بصلي، المهم ان انا اتشاف. لدرجة ان مرة بيقال ان في واحد علشان يتشهر على السوشيال ميديا عمل صفحة وادعى ان هو عنده كانسر علشان ياخد تعاطف الناس. يا جماعة انا عندي كانسر، وفعلا بدأت الصفحة تزيد والمتابعين زادوا والناس كلها دخلت تدعيله، وفي الاخر اكتشفوا ان هو عمل بس كده عشان يحصل على تعاطف الناس ويحصل على متابعين كتير، ويقال ان الصفحة اتقفلت والراجل ده يعني ايه، اكتشفوا ان هو نصاب والصفحة بتاعته اتقفلت. بنشوفها حتى في ممثلين كتير، تلاقي ممثل مشهور طالع في طيارته الخاصة وقاعد بيعد فلوس ملايين وبيتصور في طيارته الخاصة. طب هو بيعمل كده ليه رغم ان هو عارف كويس قوي ان الناس هتقوله حرام عليك احنا لاقيين ناكل، انت مش شايف الغلا والاسعار وانت طالع تتمنظر علينا بطيارتك الخاصة؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يتشاف، حتى لو الناس هتشتمه في التعليقات، وفعلا بيتشتم في التعليقات بس مش مهم، المهم اتشاف. ممثل يطلع جنبه مراته في مهرجان مثلا واقفه شبه عريانه مش لابسه حاجه، بس مش مهم، المهم ناخد الترند، المهم يتقال ان انت اكتر واحده عريانه، مش مهم. هو عارف ان الناس هتشتمه وهيقولوا له انت ديوس وانت موافق ان مراتك تلبس كده، ومش مهم بس المهم نتشاف ونتشهر وناخد الترند كده ونتعرف كده والناس تتكلم علينا فتره. انا ما بتدخلش في نية الناس، ما بقولش ان كل واحدة لابسة ضيق وعريان تبقى مش محترمة، لا لا لا، انا ما بتكلمش في كده خالص، دي علاقتك بربنا. انا بتكلم ان انا رسالتي اللي عايزة اوصلها للبنات او لاي حد بيعمل كده عشان يلفت الانظار، الفت النظر الناس بعلمك بثقافتك باخلاقك، ما تلفتش نظر الناس بجسمك، لان الموضوع ده ما بيدومش. الناس هتفرح بيك شوية بس بعد كده هيبصوا لك نظرة مش كويسة. راجعي نيتك، لو انتي بتتعري علشان بس الناس تشوفك راجعي نيتك مع ربنا، وكل واحد حر في نيته، انا معرفش نيتك ايه، كل واحد يراجع نيته. وتاني بقولها الفت النظر باخلاقك، ما تلفتش نظر الناس بجسمك، وربنا يهدينا جميعا.